السلام عليكم إخواني الأعزاء. اليوم أردت أن أريكم مشكل من مشاكل طيور الزينة أو المشاكل التي يمر بها مربي أو محبي طيور الزينة بالنسبة للحسون وباقي كل الطيور، والتي تحدث خاصة بعد عملية القلش أو عملية غيار الريش لطيور الحسون التي تربى داخل أقفاص، مما يجعل منقارها طويل بهذا الشكل ومعوجا في الآخر، والذي ينمو بشكل غير طبيعي. وكما ترون هذه الظاهرة تحدث لعدة أسباب. أكمل الفيديو معي للآخر لتعرف الأسباب وكيفية تفاديها وكيفية التخلص منها. وكما ترون أن المنقار معوج يكون عائق كبير بالنسبة للتغذية للطير، بحيث يصبح لا يتغذى بشكل جيد، مما يؤدي إلى تدهور حالته الصحية بحيث يصير ضعيف البنية ومناعته ضعيفة أيضا، مما تسبب له الأمراض وحتى الموت. ويقول البعض أن هذه المشكلة، مشكلة المنقار الطويل والمعوج، تأتي من سوء التغذية ونقص الكالسيوم، فهذه معلومة خاطئة لا أساس لها من الصحة، ولا يوجد دليل علمي عليها. وأسباب هذا الإعوجاج والنمو الغير طبيعي للمنقار هو أننا لا نضع في الأقفاص شيئا صلبا كالحجارة أو كعظام الحبار أو السيبيا ليفرك منقاره أو يحكه بهذا الشيء الصلب ليتخلص من هذه الزوائد التي تكمن في منقاره. فالمجسم الذي يقف فوقه لا يعد جسما صلبا أو شيئا صلبا ليفرك فيه منقاره ويتخلص من هذه الزوائد التي قد تسبب في هلاكه. وكما قلت لكم أن هذه المعلومة التي فيها نقص الكالسيوم ونقص التغذية هي التي تكون في سبب نمو المنقار واعوجاجه معلومة خاطئة، لأن هذه الظاهرة ظاهرة طبيعية تحدث في أغلبية الطيور والحيوانات، حيث ينمو المنقار كنمو الأظافر، أنه ينمو بسرعة كنمو الأظافر. وفي الطبيعة يجد طيور الأشياء الصلبة ويفركون منقارهم، أما في الأقفاص نحن لا نضع لهم احتياجاتهم ولا يجدون الأشياء الصلبة التي يفركون فيها منقارهم والتخلص من هذه البقايا الزائدة. ولهذا أنصح المربيين الذين يربون الحسون داخل الأقفاص، أنصحهم بوضع أشياء صلبة كالحجارة أو عظم الحبار وهو السيبيا لكي يفرك الحسون منقاره بطريقة سهلة. وأحذركم من البابيفير، لا تضعون البابيفير داخل الأقفاص، لأن البابيفير من كثرة فرك الحسون لمنقاره يؤدي إلى إنقاص كبير في المنقار، مما يحدث له نزيف والتهابات بالغة تؤدي إلى موته. فالطائر ليس له عقل ليستطيع التمييز بين الصواب والخطأ، والمنقار إنه عضو حي كالأظافر ينمو باستمرار، ولهذا يستدعي تدخلنا وقصه بطريقة احترافية. وبهذا أنصح المبتدئين بعدم التسرع وقص منقار الطائر قص عشوائي، فيجب عليه معرفة كيف القص، وإن لم يستطع فيذهب به إلى الطبيب البيطري ويكون أخصائي محترف في تربية طيور الزينة. والآن نبدأ على بركة الله بقص هذا الجزء الزائد من منقار الحسون بقلامة الأظافر التي تعرف بكوبونغل بطريقة احترافية، وننزع إلا الجزء الزائد فقط. وفي الأخير إن شاء الله نكون أفدناكم بهذا الموضوع. أي سؤال خلي بصمتك في كومنتار، دير متابعة إذا لم تتابعني ليصلك كل جديد، وبارتاجي الفيديو وشاركه مع الأصدقاء لتعم الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.